بيكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فيديوهين في واحد. هنعمل البسله القرديحي بتاعتنا بالجزر، وهنعمل كمان البسله باللحمه بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، لكن بتركات هتفرق معاكم قوي في الطعم. متاكده ان انتوا هتعتمدوا الطريقه بتاعتي من جمالها، لانها بجد متميزه جدا جدا. كل حاجه مستويه وطعمها في منتهى الجمال. يلا بينا على طول نسمي الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. بس الأول يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة لو حابين يوصلكم كل وصفاتي يوميا أول بأول. في حلة فاضية عندي على النار هنزل بحوالي معلقتين كبار من الزيت، وعليهم معلقة كبيرة من السمنة البلدي. تقدروا تطبخهم بأي مادة دهنية متوفرة عندكم أو تكونوا بتفضلوها. أول لما الزيت بتاعنا والسمنة يتقدحوا كويس جدا هننزل ببصلاية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة بالشكل ده. هنفضل بقى نقلب في البصلة بتاعتنا تقليب مستمر لحد لما يكون لونها ذهبي معايا. يعني ما ينفعش نكتفي بانها تدبل بس بالشكل ده، لا، المفروض تقليب مستمر لحد لما توصل للون الذهبي. خلاص كده هي قربت تصفر معايا وتوصل للون الذهبي الجميل. طبعا لازم نكون مجهزين عصير طماطم. انا بحب استخدم في الخضار عصير طماطم فريش، ما بحبش استخدم صلصة، ولكن حسب ما بتفضلوا. نزلت هنا بحوالي نص كيلو من عصير الطماطم بالشكل ده. هنقلبه بقى تقليب مستمر وهبتدي ابهر. هنبهر بايه؟ ولاحظي اول تركة، نص معلقة صغيرة من السكر، كمان نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وكمان أنا بحب أضيف هريسة شطة، فهنا في ربع معلقة صغيرة برضو من هريسة الشطة، ودي اختياري، تقدروا تستغنوا عنها لو مش حابين. هنقلب بقى تقليب مستمر، ولاحظوا إن شوية السكر دول هيخلوا طعم البسلة بتاعتنا في منتهى الجمال. جربوها بجد هتعجبكم قوي قوي. خلاص كده قلبنا الصلصة بتاعتنا وبهرناها. هنبتدي نغطيها بقى ونسيبها لحد لما تتسبك بنسبة يعني 90%. مش محتاجين ان هي تنشف قوي. اول ما توصل للتسبيكة دي او للقوام ده من التسبيكة يعني، هنبتدي ننزل بالبسلة بتاعتنا. البسلة دي انا كنت مفرزاها، طبعا هي حوالي كيلو الا ربع. وهننزل باللحمة بتاعتنا. اللحمة دي يا جماعة مطبوخة ومستوية تماما، وكمان دي بولة من الشوربة. يعني اول ما بننزل بالبسله بتاعتنا بننزل باللحمه، واللحمه مستويه بنسبه 100%. ما تقلقيش مش هتتهري معاكي، لان البسله المتفرزه مش بتاخد وقت كتير. زودنا بوله من الشوربه. وطبعا طريقه سلق اللحمه انا كنت عملتها معاكم كتير قبل كده على القناه، تقدروا تعملوا انتوا بلحمه جزاري اللي هو وتضيفوا الشوربه بتاعتها، وممكن كمان تستخدموا شوربه فراخ لو متوفره عندكم. باذن الله طبعا هسيب لكم طريقتي في سلق اللحمه والفراخ في صندوق الوصف، وهو عباره عن سهم اسفل الفيديو. بنسيب طبعا البسله بتاعتنا تاخد غلوه بالشكل ده. بعد غلوه واحده بنبتدي نضيف الخضار، وبنختبرها ازاي ان هي بدات تستوي. بنطلع كده حبايه من البسله وبنضغط عليها بظهر المعلقه. لو اتفركت معانا بكل سهوله يبقى كده خلاص جه وقت ان احنا نضيف الخضار بتاعنا اللي هو الجزر والبطاطس. هنا معايا 3 جزرات مقطعهم مكعبات صغيره وعليهم بطاطسيه واحده. انا هنا بحب اضيف البطاطس، بيكون طعمها مميز جدا جدا. تقدروا تضيفوا بس جزر، وتقدروا تضيفوا بطاطسايه لو حابين. هنغطي عليها بقى ونسيبها تتسبك معايا تماما. وطبعا زي ما اتفقنا من وقت للتاني بنقلبها، لو حسينا ان هي نشفت فبنزودها ميه او شوربه ونغطي عليها لحد لما تستوي الخضار بتاعنا وكل حاجه. طيب دلوقتي كده هي كانت استوت، وبجد الريحه والطعم كانوا في منتهى الجمال. طيب دي البسله باللحمه. البسله بقى القرديحي ازاي؟ البسله القرديحي عادي كل الخطوات اللي احنا عملناها، هنشيل بس الخطوه بتاعت ان احنا بنضيف لحمه، مش هنضيف لحمه. وكمان لو ما عندناش شوربه هنزود ميه، وخلاص كده نكون عملنا اجمل طبق بسله، او اجمل حله بسله باللحمه، او بسله قرديحي طعمها خطير جدا جدا وفي منتهى الجمال. وتركة السكر دي جربوها وبعد كده احكموا عليها، بجد هتعجبكم جدا جدا. وطبعا احنا اكلنا معاها رز بالشعرية، بجد كان طعمها في منتهى الجمال. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل وصفاتي اول باول. ان شاء الله هشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.